أيوة، خلاص كل شيء جاهز. إيه، قريب النص معاي، والباقي مقسومين بين الحياديين وبين اللي معاه. تمام تمام تمام. الليلة موعد العملية وهو في المكتب بروحه. وتوا جه وقتك انت بتاخذ حقك، واكيد امكانك بيكبر بعد اليوم. جن، اسم في جسم 70 روح. نبي نعرف سبب خوفك مني. أنا ما أخاف من حد، وأنت تعرف كويس. ليش ما قلتش لعمر على الحقيقة؟ حبيت نتأكد، وأساسا مش عارف علاش جيتك من غير سلاح. يمكن خايف، صح؟ عرفت السبب توا؟ سبب شنو؟ سبب اختياري لعمر في كل مرة. أنا مانيش عارف علاش تشوف في عمر خير مني. بالعكس، يمكن أنا أذكى منه، والدليل إنك شفتك قبله هو. قريبا جدا تعرف كويس. في نفس مكان موت الجن حتذوق من نفس الكاس. إبراهيم، العالم الخارجي هذا محكوم بقوانين، والقوانين هذه انخلقت لنوعين من البشر. النوع الأدنى اللي يشوف في القانون السبيل الوحيد لحمايته ويتكاتفوا باش يعززوه. أما النوع الأسمى هو اللي يصنع في القانون، مش باش يحكمه، لا، باش يتجاوزه. وشعور انك تكون افضل على الجميع محتاج معيار، والمعيار هذا هو القانون. يا اما فوق القانون او تحت القانون. وانت يا ابراهيم قاعد طول عمرك خايف تتجاوز القانون، ويوم قررت تخترق القانون طلعت كل حساباتك غلط. رد على تليفونك، ما عنديش وين نهرب. ايوه يا باشا. لكن يا باشا انا وصلت للنقطة الأخيرة، نبيك تسمعني. انا قصدي لنا لقاء يا ابراهيم، لنا لقاء. نبي نعرف حاجة ونبيك تقول لي الحق. قول. كيف عفاف طلعت بنتك في النهاية؟ إنها بنتي. نعرف،
ليش يقولوا إنها بنت صيد؟ أنا وزينب عشنا الحب من زمان. تزوجتها زواجي منها كان في السر، وعلاش؟ لأن الأمور ما كانتش طيبة في المجتمع. كل شخص كان يدور على القيادة، ما نبيش زواجي منها يكون عذر، لأن قوانين المجمع مش لازم يكون في أي رابط اجتماعي بين اثنين باش ما يصيرش تحالفات. بما إنها معروفة كانت زوجة الصيد، هذا يعني إنها كون ترابط مع عضو آخر. قوانين المجمع لا يمكن تسمح لعضو مؤسس انه يقترن بعضو مؤسس ثاني، واذا صار هذا يتم الاقصاء لهم هما الاثنين. والصيد كان محبوب عند الجميع، كنت القياده مقسومه بيني انا وياه، وهذا يشكل ضعف وقوه في نفس الوقت. المهم لما توفى الصيد زينب كانت حامل، ضروري يعرف ابوه، فقررت انا وزينب باش نديروا ورقه بتاريخ رجعي تثبت اساسا انها زوجة الصيد. هيك لما سمع بالقصة تم إقصاها لما توفى الصيد. بس هي بعد ما جابت عفاف كم اشتغلت عندكم سنة؟ داروا استثناء لأن الصيد محبوب عند الأعضاء جميعا، تكريما وتخليدا لذكراه خلوا زينب معنا، وحصة زينب والصيد قعدت تابتة، بس هي ما عادش عندها دور زي باقي الأعضاء المؤسسين. علاش خليت عفاف تعيش الكذبة هذه كلها؟ حترة رد بالك ترى معي كبار راهم يجرحوك. باهي كيف نثبتها للصيد مش لشخص آخر؟ المناصب الكبيرة في المجمع لازم تكون كلها تحت الأعضاء، لذلك ما كنتش نقدر نخليها تحت عيني إلا لما تكون هي جزء من المجمع. ثانيا لو قلت بنتي تعرف أن أعدائي هلبة ممكن كانوا يضغطوا علي بها، وأنا حميتها من الجميع. تو فهمت علاش عمر طلب من قصي بصمة عفاف. فكرت في نفسي أكثر من مليون مرة عشان ندخل بصمة عفاف بجهاز جن. حطيت في بالي إن في حاجة بينك وبينه وعمر كشفها والعياذ بالله. حترة عارف شو طلع من فمك، مفهوم ولا؟ آسف آسف. تعرف إني ما نعرفش نتكلم. خلاص تعرف شو تدير. إيه عارف وفهمت كل شيء. صادق نزل حترة في أول شارع. درس على اليمين ونزله. انزل. سكر الباب صادق. اطلع بيا على الورشة. سمعتك صح أنا؟ سمعتني صح، قلت لك اطلع بيا على الورشة طول.
تفضل. معالي الوزير، أنا في الخدمة. وين كنت مقطوع رقبتك لي ساعتين ندور فيك؟ معالي الوزير، كنت شوية مشاغل عائلية، وأنت اليوم الصبح قلت لي بابا استريح لأنه غدوة عنا هلبة خدمة. باهي ياسر من الدول فاضيه، اجمع لي الفريق صايره مصيبه. كلهم عندهم علم وأكيد جايين. شو فيها معالي الوزير؟ على شو وقفت العملية؟ خلاص انكشفنا، رقابنا بدو في ايديه. كيف صار؟ اعطاني ملف فيه كل عملياتنا اللي تحت الطاوله، وفيه حتى جريمه القتل اللي مدايرها أنا من 20 سنه، ايام انت كنت في بداياتك في المجمع. مش القضية تسكرت من سنين وقالوا دفاع عن النفس؟ لا يا سيدي، طلعت فيها ادله جديده على انها مع سبق الاصرار والترصد. وكيف الحل تو؟ مش عارف. هو لو قال لي نسيب الوزارة ويريحني هذا بروحه رحمة، لكن الباين انه ناوي على الشر. ايه شفته، شفت الشر في عيونه. أي أوامر معالي الوزير. اسمع، شمشم في القيادة فوق لو في اي دوة طالعة علينا. وانت يا ابراهيم خلي عيونك مفتوحات وابعد على المجمع اليومين هادو لين نشوفوا حل. توا هيتحركوا من قدام. ايوه من معي. أهلا عدنان، شني قاعد خايف؟ منو انت وشن تقول؟ منو ليه مش مهم توا، المهم انك تنفذ التعليمات بالحرف الواحد ولا عمر حياكلك بقشورك. من عمر؟ الباين انك تبي تنتهي وتختفي من الوجود. تمام، خليك لعمر تو يتصرف معك. لا ارجوك غير قول لي منو انت بس. السؤال هذا لو تكرر تاني حنسكر عليك. باهي شو المفروض ندير تو؟ تطلع من الوزارة الصبح، تمشي لمكتب النائب العام، تلقى الحرس اللي واقفين برا يسلموك ملف، تعطيه للنائب العام وتقول له الوضع مش متحمل أي صبر. بعدها تمشي لحوشك، حتلقى ضابط يراجي فيك، ياخدك ويرفعك لمقر أمن الدولة، تعطي المعلومات اللي عليك وتقول أنا متعاون مع العميل سفر. كيف نعترف بكل شيء؟ يعني نسلم رقبتي بيدي؟ ما فيش تسليم لأي شيء، عبارة عن تسكير ملفات لا غير، والعفو جايك من أعلى قيادة. باهي غير شوف بالك في حل تاني أرجوك، راهو الوضع صعب جدا. هذه فرصتك الوحيدة.
أيوة، اتصلي بالحترة والعراف وقصي يجوني في المكتب هنا. تمام، ماشي. تفضل. صباح الخير يا عمر. خير يا ريهام، أي خدمة؟ شو اللي صاير معك؟ شوفي جوك متعكر. شوي مشاكل في الخدمة. شو في؟ لا بس حبيت نشكرك على اللي درته مع أخوي سليم، وبالمرة قلت نعزمك على حفلة الليلة في قصر الوالد. الحمد لله على سلامتها، بس أنا اليومين هما مشغول شوي، خليها مرة تانية. هي الحفلة مش على شرف سليم بس، الحفلة على شرفي حتى أنا، وبالمرة نتناقش على توزيع الأدوار. كيف؟ يعني من اليوم أني مكان سليم في المجمع. زي ما تعرف سليم في وضع لا يعتمد عليه. يعني نعرف إن سليم محتاج شوي راحة، صح؟ بس هذا ما يخليكش إنك تاخذي مكانه. والسبب؟ أنت شخص ما يعتمدش عليه يا ريحان. ما في حد ممكن يعتمد عليه في المجمع، فلهذا وجودي مفروض على الجميع بما فيهم حضرتك يا سيادة القائد. صباح الخير. ريهام شنو حالك؟ أنا تمام، وأنت يا عفوا شنو اسمك؟ شنو منصبك؟ ما عادش تعرفي قصي يا ريهام، خلاص. ما نحبش الكفرات الخارجية، يعني لي المظهر، وما نحبش الرخيص المتوفر. ريهام قط البراري المتوحش. يا لطيف على لسانك وافعالك يا ريهام. شو المطلوب توا يا ريهام؟ اسمها شنو الأوامر، وبعدين وحدة كيف ريهام ينقال لها علم وينفذ الأمر على طول يا قصي. عندنا شغل مهم، فوتوا الهدرزة الجانبية واللي ما فيهاش فايدة. أنا جاهزة. حتى أنا جاهز. حتى أنت قعمز. خلينا نبدو الاجتماع، بعدين يجوا الباقيين. اللي صار معنا كارثة، كارثة يا جماعة، ولازم يندير لها حل. عمر توحش هلبة، أول مرة في تاريخ المجمع يصير التحكم مطلق. في شيء غريب قاعد يصير. علاش عمر ديما سبقنا بخطوة؟ علاش؟ قصدك علاش احنا متأخرين بخطوة؟ شنو تقصد؟ شنو تقصد؟ احنا نستنى في الأوامر، والسيد عمر هو من يصنع في الأوامر. هذا الفرق يا صاحبي. أكيد في شخص بيناتنا مخترقه عمر يراقب في كل تحركاتنا به، وفوق ما احنا قاعدين نضيعوا في الوقت واحنا نرسلوا ونستقبلوا في المعلومات انهم يحللوها ويعطونا القرار. لو كان القرار يجي بسرعة كان هذا عمر ما يلقاش وقت باش يدير حل. كارثة يا جماعة، لازم يندير لها حل.
لازم نديروا حل بسرعة. انت هيك حميت نفسك، لكن الحبل اللي على رقبتك عندي هنا توا ما عادش عند عمر. باهي أنا درت كل شيء مطلوب مني، خلاص مستعد نسيب الوزارة وكل شيء. انت حاليا درت كل اللي انا قلت لك عليه باش نحميك، وهيك خديت مصلحتك. أنا اليوم اجتمعت بكم باش نبشركم إن الوزارة ما عادش تقدر تضغط علينا، ونقدر نقول من اليوم نرجعوا للساحة وبكل قوتنا. بس أنا مش شايفة إبراهيم حاضر الاجتماع. إبراهيم مسؤول ما عادش يقدر يجي. شو صاير يا عمر؟ إبراهيم وين؟ إبراهيم باع يا عراف، وتقدر تتصل بيه وتكلمه. خلي الناس ورايا. إبراهيم باع؟ كيف صار؟ مستحيل يكون إبراهيم باع، لأن إبراهيم أكتر واحد خايف على المجمع. مدام زينب، شنو آخر النصائح اللي وصلت؟ استمر معي تحت قيادتي وأوامري ولا لا؟ شو قصدك؟ قلت لكم إبراهيم باع ونقدر نعوضوه بصفر. شو رايك مدام زينب؟ مبسوط ولا لا؟ احنا توا كنا معك، انت قائد المجمع يا عمر. شو الأوامر توا؟ تقدروا ترجعوا لخدمتكم وما توقفوش. الأعضاء الكبار والصغار متضايقين، خلي يرجعوا لخدمتهم ويهدوا علينا شوية، وتضخوا الفلوس الاستثمارات بالذات. وما تنسوش إن أغلب الشعب تبعنا اللي يشتغلوا في مصانعنا وشركاتنا، وهذا اللي مخليهم في صفنا وندير ضغط شعبي على الحكومة يوم يضغطوا علينا. تمام يا قيادة. وأخيراً نرجع للعمليات. جايكم يا صبيان. حترى انت بالذات انت تو منصبك كبير، وما عاش نبيك تحتك بالصغار. تمام سيد عمر، أنا مستأذنين. تمام مدام زينب. والكل يقدر يتفضل. تفضل. أهلين ماما. أهلين ماما. قولي لي، شنو جو الشغل معك؟ تمام ماما، خير عمر اليوم؟ أنا أصلاً جاية نبي نسألك، في حاجة غريبة صايرة مع عمر؟ مش عارفة، حسيتها مش طايق حد. تو كل شيء يبان مع الوقت.
تاي يا خالد وينك؟ جتني معلومات إن في أكثر من عملية للعصابة اليوم، لازم نتحركوا بسرعة. ولا جتني نفس المعلومات، لدرجة قالوا انهم يتحركوا بوضوح ليهم يومين. تمام، لازم نجمع أكبر عدد ممكن. خلينا نتواصل مع الوزارة يبعثوا لنا الدعم. تمام علم. السلام عليكم، معك الضابط حسين. سيدي احنا بحاجة إلى دعم بوجه السرعة. العصابة بدأت تدير في عملياتها عيني عينك. تمام في انتظاري. تمام، احترامي معالي الوزير. بلغت المساعد بالطلبات. بس يا معالي الوزير هيك الوضع بيضيع من بين ايدينا بعد ما سيطرنا في الفترة الأخيرة. بس يا معالي الوزير تمام علم. اوبا، هذه الورشة هي. شو قصتها الورشة بالتمام؟ هذه غرفة العمليات الرئيسية، خشينا لها في حياتنا 3 مرات. الأولى أثناء التأسيس في أول حرب، الثانية لما توفى الصيد والارتباك اللي صار، وهذه الثالثة وهي الأخطر. واخيرا يا عمر، واخيرا تفوقت عليك في حاجه. خشيت الورشه قبلك يا عمر. حتى في هذه ما تفوقتش علي يا ترى. Ha 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 ha.